وانا اللي خدت السهرة. قلت مانشستر سيتي هيعود، هيخرب الدنيا مع ريال ريال مدريد ده، ويفوز يا اخويا وخلصنا من امه. كل بطولة ورانا ورانا، كل بطولة ورانا، هو مفيش غيره ولا ايه؟ ما احبوش، انا ما احبوش. هو ان شاء الله هيطلع، بس انا كنت هطلعه من الاول، لان الفريق ده اصلا لو وصل للنهائي بيتحول فريق تاني يا جدع. تحس اللعيبة كده تاخد لها لبوس وتطير تطير، بتروح للنهائي، وصلت للنهائي هتاخد البطولة. انا مش بحقد عليهم، لا انا يعني، انا في الحقيقه بصراحه يعني انا مش عايزهم يبعدوا بالالقاب دوري الابطال عن الاهلي. يعني الاهلي ياخد ال 13 مثلا، وريال مدريد يقعد عن ال 15، استناني سنتين كده. انما ما يقعدش ياخد على طول على طول، ياخد ابطال اوروبا يبقى 16. مش حلوه ان هي 15، حلوه عشان الناس ما تفهمنيش غلط يعني. مرموش عمال يحارب لوحده ورايح جاي ويعمل، واللي هو السبب في الفاول، وهو السبب في الهدف، سدد الكورة وجت في العرض، وهو السبب في كل حاجة. عمال يلعب مع نفسه، لا حد بيباصي ولا حد بينيل، دفاع خرا وحارس خرا. يعني المفروض يغير، والله ما فيش غير مرموش وخوسانوف، هم دول اللي عم يلعبوا مع بعض يا عيني، رايحين جايين في الملعب. ومبابي عمال يسجل هاتريك، عمال يسجل هاتريك، ولما يعدي ويوصل يركنوا صلاح على جنب، يقول لك امبابي كرة ذهبية على ايه؟ انا ما اعرفش والله العظيم ما عارف. وبرناندو سيلفا ده اللي انا اصلا يعني مش هقول لك ببلعه، لو والله لو في كلمة وحشة يعني اوحش من الوحشة كنت قلتها له. يعني اقول لك الصفقات الجديدة محتاجة حماسة. حماسة يا ناطع؟ ما انت من اول الموسم منيل عليك واخد على عينك من كل الفرق. كل الفرق عاملة عليك احتفالات، كل اللي من هو هب ودب عما يفوز عليك. يقول لك حماسة، حماس ياخدك. والله يا مرموش انت عملت اللي عليك، وانت اللي كنت شايل الفريق في الماتش ده، في ماتش ريال. مش عايز أقول، ما بحبش اقول اسمه يا اخي، ما بحبش اقول اسمه. يعني اسمه بيعصبني كده. فريق بيتحول يعني، يعني هو بيعمل زي الاهلي، هو بيغير من الاهلي يعني. بيوصل يا اخويا يموت في اول البطوله في التصفيات، ويوصل للنهايه عند دور ال 16 ويتشقلب ويتحول ويبقى فريق تاني ويلحق يا عم ريال مدريد خد البطوله. ازاي؟ انا ما اعرفش، ما اعرفش والله. يمكن زي ما كابتن ميدو قال ان هو معاه ساحر افريقي، ممكن هو ده سبب برضه، سبب وجيه. المشكله انا مش لاقي سبب. اللعب، الفريق ده اصلا عايز برشلونه، والله هو ما فيش غير برشلونه اللي بيدي على دماغه وعرفوا قيمته الحقيقيه. انا زعلان زعلان والله. يعني مرموش ما كانش السبب، كنا عايزينه يفوز. هو الهدف بتاعه يعني، هو الهدف حتى لو هو ما سجلوش، بس هو الهدف بتاعه هو، لانه ما علينا. جوارديولا ما فيش شعرايه في دماغه عشان يهرش فيها، عمال يمسح في دماغه كل شويه، يمسح في دماغه كل شويه، والتاني عم ياكل لبان وقاعد على حيله، ومبابي عم يسجل بسرعته. دفاع خربان، وحارس خربان، وفريق خربان، من حظ مرموش. بس ان شاء الله هيتعدل يعني الموسم اللي جاي، هو كده كده روح من ابطال اوروبا. والله العظيم الواحد حالة قرف، قرف وزهج وتعب. ده انا وعد، ده انا سهران لحد الساعة 12 ونص، عمال اشوف في التحليلات واشوف في المباريات وسرعة امبابي وهدف امبابي وكله اخطاء عمال ياكل على قفاكم عيش، وجاب هاتريك، وانتوا كل واحد بعد المباراة عمال يطلع لي في تصاريح. يعني برناردو ده عمال يقول لي حماس وشكر لي في مرموش. هحبك يعني؟ والله ما انا احبك لو اديت اسيست مرموش خليته يسجل سوبر هاتريك، ما انا مش هحبك برضه. طول ما انت ما بتحب الصلاح انا مش هحبك. اوعى تغير اتجاه المصريين ناحيتك، يعني عمرها ما هتتغير. عيل اصفر كده ومعفن يا عم ده في ايه يا جدع انت؟ انا بتمنى ان ريال مدريد ده يقابل فريق حلو، يعني زي باريس، ليفر يدي على دماغه تاني، برشلونة يديله 6 7 عشان يعلمه ويطلعه بره.
انما لو وصل للنهائي والمربع الذهبي هياخد البطولة، هياخدها. هو مش مرعب، هو مش فريق مرعب، بس محظوظ. حظ يا اخي، حظ عوالم. منكم لله. والله ما انا مكمل.